السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم. شوفوا اش طاري، ما تنسونيش اخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. هانتوما غادي تكتشفوا معايا السيدة اللي تهجمات على نرجس الحلاق، واللي نرجس الحلاق غادي تتابعها قانونيا بعد ما تعدات الحدود ديالها، وقالت ليها انك بناتك بنات الحرام وعرضات بناتها للتشهير. فخليكم معايا خوتي حتى الاخير وغادي تسمعوا بالفيديو شكون هاد السيده هذه. فبالنسبه اخواني اخواتي الكل كيتسائل شكون ممكن تكون هاد السيده هذه اللي غادي تتابعها نرجس الحلاق قانونيا. هاد السيده هذه اللي قالت بان نرجس الحلاق انها تعدات الحدود ودائما كتهجم عليها، وكل شيء عندها موثق بالدليل والبرهان. فغادي نخليكم مع شنو قالت نرجس الحلاق على هاد السيده هذه ونرجعوا من بعد. شوفوا والله الكلاوي ديالي كيحرقوني، ما شربتش الماء اليوم بزاف. المهم انا بغيت نحضر حيت وصلوني بزاف ديال لي ميساج من هذا النوع هذا، زعما راه هي ما تكونش انسانه خايبه ولا انسانه زعما طبيعتها شريره ولا جو سي. والدليل على هذا الشيء هذا هو انني كنت كنهضر انا هذيك السيده كنت كنحاول نشرح لها ديما، وربي شاهده ليا وهاد الجامع واخا ما عرفتش واش الحلفه هذه دايزه ولا لا. ديما كنت كنحاول نشرح لها بالهداوه، كنقول لها شوفي اختي انا والله ما كنت كنعرفك، والله ما عارفه تفاصيل حياتك، ما كنتيش كتباني لي نهائيا في الصوره، ما كنتش كنشوفك، ما كنتش كنسمعك، ما والو. فهمتي زعما انا بلاتي واحد المره قلت لها شوفي راه الراجل دابا هادشي خرج صافي سيري ماشي مشكل، هانيه بدات توضح الصوره. قلت لها شوفي راه راجلي قال لي راه هو طلق في 2019، هي تقول لي انت غير من 2019 انت كتعرفي، كنقول لها ولا وراه هو قال لي طلق 2019 من 2019 انت كتعرفيه، هذا دليل عليك انا واختي والله يرحم الوالدين. 2019 انا فنه باقا ما والداهاش، كتخربقي عليا. كان هي نشرح لها كان هو عذرت، يمكن قلت يمكن تكون جرحات مثلا ملي طلقات ظنات انه غيمشي ويرجع، عادي هادشي هذا ممكن، انا مراه ونحس بها ونعذرها، وهادشي ما كنقولوش باش نبان انني بطاله، نو، حيت بصح انا انسانه زوينه، انا ماشي انسانه شريره. اللي بقى فيه هو بناتي فقط، اما زعما شي موضوع اخر ربي شاهد عليا، الله يسهل عليها من هنا الى يوم الدين، ما نحقد عليها ما نظلمها ما والو، انا غير ما تظلمنيش بالكذوب، فهمتوا؟ فقط اما شي حاجه اخرى زعما انني نكرهها ولا علاش نكرهك اختي، بيني وبينك بالعكس، اولا علاش نقول للراجل لا ما تشوفش ولادك، ويلي هادشي ماشي ديالي. انا تحرمت من بابا، وانا لحد الان باقا ملي كنشوف شي طفل هكا هو وباه ولا كتجيني واحد العيني كتغرغر، كتجيني واحد الاحساس غريب ديال الحزن. ففي نظركم انا غنقول لشي واحد لا ما تشوفش ولادك، هذه راه من الكبائر بالنسبه لي. انا بنتي فنه كنديها تشوف باباها، واخا المشاكل واخا كلشي كنديها تشوف باباها ونهضر لها عليه زوين، حيت انا عارفه القيمه ديال الاب شنو هي. ملي نقول لك راه انا ما كنتش عارفه قصتك وما عارفاش تفاصيل حياتك، حيت انا ماشي صديقه ديالك ولا انت شي انسانه ساكنه في حومتي باش نعرف. انا صافي السيد مطلق انا نتزوج، علاش اختي ما نتزوجش؟ من حقه يتزوج ومن حقي نتزوج ومن حقك انت تحسي بالجرح، سي با غاف، ولكن غير ما تقصيليش ولادي، فهمتيني؟ انا ما عمري اذيت لك ولادك ولا عايرتك. انت كنت كنقول لهاد السيد انا صيفط لك سكرين باش تشوفي المحادثه ديالي مع هاد السيد وتعرفي راه ما كنكذبش عليك. كتبلوكيني، كتدخل كتعايرني وتعايرني بناتي هي واختها وتبلوكيني، كنصيفطها للحي. مع واحد النهار عيطت لها باش نشرح لها بالادب والصواب، بقات كتسجلني وكتستفزني بواحد الطريقه ما كنتش عارفاها كتسجلني. حتى وانا رانيه واخا نبان لكم معاكي دايره عندي واحد الطيبوبه والله حتى فيها النيه عليها، ما حقدتش على هاد السيد. انا فقط مشكلتها مع بناتي، تقول عليا اللي بغات، تقول فاسده ما صالحاش، هذيك الشيء انا عارفه وثاقه في راسي، ولكن بناتي راه انت هذيك شي واحد بناتك اي ام ما يعجبهاش الحال. فكما سمعتوا اخواني اخواتي، هاد السيده هذه كتكون هي الطليقه ديال طليقه الزوج الثاني ديال نرجس الحلاق، واللي ما بينها وما بين نرجس الحلاق مشادات بعد ما نرجس الحلاق تزوجات بهذا السيد هذا اللي الزوج ديالها الثاني، بعد ما طلق مراتو. هاد المراه هذه اللي عندها خلاف مع نرجس الحلاق، فدائما كتهجم عليها، دائما الفاظ نابيه، تعدات الحدود بعد ما قالت ليها بان بناتك بنات الحرام وتعرفتي على الزوج ديالي وانا باقا معاه مازال ما طلقناش. نرجس الحلاق تقول بانه قال لها انه حتى طلقها عاد تعرفت عليه وتزوجوا، ما دارت شي حاجه اللي هي عيب وحرام. ف
ما بينها وما بين هاد السيدة هادي يعني بزاف ديال المشاكل، مما اضطر أننا نجي نتحلق أنها تخرج بهذا الفيديو هذا، ولو أن الناس يقولوا لها سامحيها على وجه بنيتها لأن عنده معاها بنيات. فالله يهدي النفوس، هادشي اللي غادي نقولوا. نرجع الحلاق من خلال الطريقه ديال الكلام ديالها غادي تحاول انها تصلح الامور، وبالشرط انها تبعد عليها ما تبقاش تجبد ليها بناتها نهائيا. فشنو راه داركم اخواني اخواتي في هادشي اللي واقع ما بين نرجة الحلاق والطريقه ديال الزوج ديالها الثاني؟ خليوا لي الراي ديالكم في خانه التعاليق، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك والبارطاج ديال الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش دائما توصلوا بما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.